برج الدبابة تي 72 جيل الثالث، وتبديل البرج سبطانة المدفع بعد أن تعرضت لقذائف، وقامت بتبديل الشبكة الكهربائية للبرج. ورشة إصلاح الدبابات تقوم بإصلاح برج دبابة تي 72 وتبديل المدفع. ابو حسن، اشرح لنا ايش عم تشتغلوا هلا بالدبابه؟ هلا اخذنا جاهز الدبابه، عم نعبي لها زيت هيدروليك، زيت محرك، عم نتفقد جاهز زيتها قبل ما ندورها حتى ما تعمل معنا اي اشكالات. ايش كنتوا عم تشتغلوا شوي بالبرج؟ كنا عم نبدل مدفع، كان مدفع الدبابه معطوب، كنا بسحبه تبديل مدفع جديد. كان دبابه محروقه، فكينا عنا المدفع هذا ركبنا جهزناه وعم نركب المدفع تبعها. دبابه محروقه لدبابه شغاله، وان شاء الله بتكون جاهزه من هلا المساء بتكون جاهزه ان شاء الله. شفتكم عم تشتغلوا بالكهرباء واسلاك وكبال كهرباء. كان في شبكه محروقه، قمنا بتبديل بعض الاسلاك لانه محروقه حتى ما تعمل معنا اي اشكاليه. في البرج طبعا كانت محروقه. يلا جاهز؟ ثواني السيارة زكاة. بس 5 دقائق.
لبين ما سجل له الارقام تبع أنا بحط الاسلاك لك شيء أحسن ونشوف من مقرر. اليوم. 5 دقائق. يا شباب رجاءكم اترك لنا سيخ يا الزيت. ما عندكم حدا، ما عندكم غيره؟ معقول ما عندكم غيره؟ في كل دبابه في اثنين بس كل دبابه هلا سجل لي هذا الرقمين على حالي اثنين يا شباب. ما في عندنا ولا لان كل دبابه شلون؟ 2 هذا السيخ هاي. ما اجتمع عندي خالص. هذا من الكبار كمان 2. التحضير لتشغيل الدبابة بعد صيانتها في ورشة كتائب أحرار الشمال بعد تصليح البرج. وهذه الدبابة من طراز T72 الجيل الثالث. تقوم الآن الورشة بتجهيزها لإعادة تدويرها وتشغيلها. معنا الأخ أبو عمر. أبو عمر، ممكن تشرح لنا ما هي نوعية هذه الدبابة ومن أين تم اغتنامها وما هي الأعطال التي كانت متواجدة بها؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دبابة T72 معدلة تم اغتنامها بفضل الله وعونه من حاجز الشبيبي. عطل الدبابة كانت مصابة بقذيفتين، قذيفة في السبطاني أدت إلى إخراجها من المعركة وقذيفة في فتحة الرامي. بفضل الله قمنا بأخذ دبابة إلى الرحبة، قمنا بفك البرج، رفعه ووضعه على قاعدة، تبديل سبطانة المدفع وإصلاح بعض الأكبال التي كانت محروقة نتيجة إصابة. ثم قمنا بتركيب البرج وتجهيز الدبابة، وبفضل الله الآن الدبابة جاهزة للعمل، وبإذن الله أول معركة ستخوضها ضد القرنيل بإذن الله. بإذن الله. حصونك بجهاد وسيطرق شعبك إذعانا. لن ننسى فعلكم الدامي، لن ننسى أصغر قتلانا. حصونك بجهاد وسيطرق شعبك إذعانا.